تحية زكية مثل رائحة المسك وحلوة مثل العسل لكل متابعي الأوفياء في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم على قناتي الطبخ مع زهور. أقدم لكم اليوم وصفة رائعة مضمونة وناجحة، عسل منزلي بمذاق الزعفران الطبيعي بطريقة سهلة ومضمونة، رائع شكلا ومذاقا، يصلح لجميع المعسلات الرمضانية وكذلك لجميع الحلويات بأبسط مكونات. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عليه بالاشتراك والدعم لكي يصلكم دائما كل جديد. ولمكونات العسل نحتاج كيلوغرامين من السكر، لتر من الماء الساخن، ليمونة مقطعة إلى شرائح، 4 معالق كبيرة من ماء الزهر ما يعادل ربع كأس، القليل من شعيرات من الزعفران الطبيعي، حبتان من نجمة الأرض ما يعرف بحبة البديان، حبتين من المسكتة الحرة، وعودين من القرفة. نأتي بطنجرة نضيف كيلوغرامين من السكر، ثم نضيف لتر من الماء الساخن. نأتي بملعقة خشبية، نحرك السكر مع الماء الساخن ثم نشعل النار ونستمر بالتحريك بدون توقف. بعدها نضيف شرائح من الليمون الحامض مع حبتين من نجمة الأرض وعودين من القرفة. نستمر بالتحريك إلى أن يذوب السكر تماما. نترك الخليط على نار متوسطة بدون أن نقفل على الطنجرة على الأقل ساعة وربع، مع مراقبته باستمرار. بعدها نأتي بشعيرات من الزعفران الطبيعي وتبقى الكمية على حسب الرغبة. بعدها نضعها في كأس ثم نضيف 3 معالق كبيرة من ماء الساخن، نحرك الخليط. بعدها نضيف ربع كأس أو 4 معالق كبيرة من ماء الزهر. نأتي بحبتين من المسكتة الحرة أو المسكة الحرة، نضيف القليل من السكر ونطحنهما معا. بعد مرور ساعة وربع ويكون الخليط بهذا الشكل وكذلك شرائح الليمون بهذا اللون، نضيف خليط الزعفران الطبيعي مع ماء الزهر وكذلك خليط المسكتة مع السكر، ونحرك جميع هذه المكونات. بعد مرور 10 دقائق إلى 15 دقيقة نحصل على شرائح الليمون باللون البني الداكن. بعدها نحرك قليلا ثم نطفئ النار. لمعرفة أن العسل جاهز تكون شرائح الليمون بهذا اللون. بعدما نطفئ على العسل نتركه جانبا حتى يبرد تماما. وهذا هو شكل العسل بعدما أصبح بارد، يكون هذا هو قوامه
صالح لجميع المحصلات وكذلك لجميع الحلويات. وهذه وصفتي لهذا اليوم، طريقة ناجحة ومجربة ومضمونة لصنع عسل منزلي بكل احترافية، رائع شكلا ومذاقا بأسهل طريقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بالاشتراك والدعم لقناتي لكي يصلكم دائما كل جديد. والحين أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله دائما الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة بمشيئة الله.